اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. النهارده معانا طريقه الويكا، عمل الويكا الصعيدي. ان شاء الله طريقه تعجبكم. هنجيبه، انا جايبه الكيلو الويكا دي ب10 جنيه. خلي بالكم هي غاليه قوي، فايه بالصدفه لقيتها ب10 جنيه. هعمل فيها ايه؟ هجيبها واحطها في بستله ميه شويه 10 دقايق كده عشان تنزل ترابها، وبعد كده افركها بايديا مرتين ثلاثه كده تحت الميه، انزل التراب عشان السوق بيبقى العربيات رايحه جايه وايادي البياعين، فعشان تنضفها تنظيفه حلوه تاكل حاجه ايه نضيفه كده. يعني بعد ما غسلتها ونشفتها اديكي بصي بمسك الباميه بقمعها، بشيل الجزء اللي ورا واللي قدام، وبقطعها طرنشات زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقطع الباميه، بلاقي فيها شيخه شيخه، يعني ايه، بحب اعدي فيها السكينه ما بتتقطعش كده، بستبعد الباميه دي. الاقي الباميه طريه كده زي الموس كده تحت السكينه، خلاص باخدها. بصوا بقطعها كلها طرنشات زي ما انتم شايفين كده. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعموني باللايك والشير وتشجعوني. هنا بقى الدقيه بتاعتها هعمل ايه؟ هجيب، انا ما عنديش شوربه، فانا دلوقتي هعمل لها إيه تقليه يعني كده زي ما بيقولوا. بجيب حله على النار فيها معلقه سمنه، بنزل عليها ببصلايه. لو عندك شوربه استبعدي الطريقه دي، بس انا بحبها حتى لو عندي شوربه، انا بحب اعملها كده. بجيب بصلايه بديها لون كده، بحط ورقتين لورا. جربيها بس مش هتندمي، قبل ما تقولوا خي وغلط، لا جربوها بس ان شاء الله مش هتندمي. البصلايه دلوقتي بصوا اصفرت، بنزل عليها بنص معلقه توم. لقيت الزيت شويه بزوده، نص معلقه توم، بقلبهم في بعض، بشوحهم في بعض مع ورقتين لورا. هنا بص انا ما عنديش طماطم، فنزلت عليها بكيس صلصه، وبعمل لها بصلص طماطم ليها يعني كده، عشان أنا ما بحبهاش خضرا قوي، بس جربوها ان شاء الله مش هتندموا. بسبك كيس الصلصه اللي انا حطيته مع البصل مع الثوم مع ورقتين اللورا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هزود الميه. ما تنسوش اللايك والشير يا جماعه بعد اذنكم. بتزودي الميه بقى على حسب الكميه اللي انت عايزاها. اللي عنده شوربه يستبعد الموضوع ده، تمام؟ او عنده شوربه وعايز يعمل حاجه جديده يعملها زي ما بعملها كده ويجربها ويقول لي رايه في التعليقات. بنزل بعد ما زودت الميه بنزل بمكعبين، بنص معلقه توم، بيبقى جميل. ببهر بقى الميه بتاعتها. نص معلقه كمون على كزبره، نص معلقه فلفل اسود، الملح بتاعها. وبسيبها تغلي. بقول لكم استنوا، بسيبها تغلي. بصي غليت اهي، بنزل عليها بالباميه بتاعت الويكا، وان شاء الله اعمل لكم طريقه تفريزها برضو، تابعوني. بصوا اهي كده هديها تقليبه، بصوا محمره وجميله ازاي، طعمها روعه. بسيبها بقى تغلي على النار. بعرف ازاي ان هي استوت، بمسك باميه كده على الغطا بضغطها بالمعلقه، بقت سهله خلاص. بصوا هي كده استوت، بقت تمام. بصوا شكلها يشهي. بصوا جميله يا جماعه والله، جربوها. بس بنزل بمعلقه السمنه بتاعتي، ما عندك السمنه استعملي زيت. هنا دق فلفل احمر بيبقى خطير في التقليه مع معلقه توم. ماشي، هي بس ناقص بقى تجيبي طبق مخلل كده، مخللايه او ليمونيه مخلله، ورغيف عيش طري، وبالهنا والشفا. مش هيكفيك رغيف واتنين وتلاته. ممتازه. كده احنا خلصناها كده. بقليها معلقه الفلفل الاحمر، معلقه الثوم. هنزل بنص معلقه كزبره، دي مهمه جدا جدا. ماشي، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اختكم باللايك والشير. السلام عليكم.